الدرس الاول اللي نتعلمه من ماتش النهارده ان طاهر ما يلعبش اساسي على اي جناح في الاهلي، حتى لو برجل واحده، حتى لو راجع من اصابه زي رضا سليم. طاهر ما يلعبش اساسي. وجود طاهر في الملعب بيخسرك لاعب، بيخسرك الكره الاولى والاستحواذ على الكره، بيخليك هش جدا دفاعيا، مفيش مسانده بيعملها مع محمد هاني، ومفيش اضافه هجوميه. الدرس الثاني اكرم توفيق ما يلعبش في مركز رقم 8 في النادي الاهلي. اكرم توفيق وجوده في مركز رقم 6 او باك يمين، غير كده وجوده في الملعب في مركز رقم 8 اكرم هيكون تايه، هتخسر لاعب في نص الملعب، هتخسر ان انت عايز لاعب يستلم ويسلم، واكرم توفيق في دور مركز رقم 8 مش موجود نهائي. الاهلي بيتعادل، واسوأ الاداء او اسوأ الماتشات اللي ممكن تشوفها هو ماتش النهارده. ومن مكاسب المباراه هو التعادل، هو ان انت وانت في اقل مستوى ليك وفي اسوأ مستوى ليك قدرت ان انت تخرج بالشباك نظيفه، وقدرت ان انت تخرج بنقطه، وده يرجع الفضل فيه لمصطفى شوبير فقط لا غير. وده مكسب المباراه الوحيد النهارده. حارس واعد جدا مصطفى شوبير هو مكسب المباراه، كان يقظ في كل كوره، كان بيتوقع بكل كوره بشكل صحيح جدا، وكان رد فعله دايما سريع. فمصطفى شوبير النهارده هو مكسب المباراه الوحيد، مع المكسب اللي هو قدرت ان انت تطلع بنقطه وانت في اقل مستوى ليك وفي اوحش مستوى ليك. ودي بتكون سمه الفرق الكبيره، ان انت وانت في اقل مستوى ان انت تقدر تطلع باقل الخسائر. فالنهارده الاهلي كان سيء جدا من كولر. زي ما قلت الفضل في النقطه او في التعادل يرجع لمصطفى شوبير فقط لا غير، ما يرجعش لكولر، ما يرجعش للعيبه. تشكيل كان غلط من كولر، توظيف اللعيبه ما كانش هو الافضل، وكمان التغييرات كانت متاخره بشكل كبير جدا. عارف ان في عامل بدني وده اتكلمت عليه. الحمد لله في تشكيلتي قبل المباراه في تشكيلتين ما حطيتش اكرم وما حطيتش طاهر، وده لان مش مقتنع بدور اكرم في مركز رقم 8، ومش مقتنع بطاهر يكون جناح في الاهلي اصلا الفتره اللي جايه. فالاهلي النهارده بيقدم اسوأ اداء ليه. النقطة هنقول كويس علشان فريق شباب بلوزداد ما يركبش او ما يبقاش في الصدارة. فانت ما زلت في الصدارة، تقدر ان شاء الله ان انت تكسب ميدياما وتقدر تكسب يانج افريكانز. المهم ان احنا يكون عندنا توفيق، ويكون عندنا تشكيل صحيح، ويكون عندنا اداء افضل من كده، ونشتغل على العامل البدني. الاهلي النهارده من حسين الشحات لاكرم توفيق لحتى امام عاشور حتى محمد هاني، وكمان معاهم طاهر. نص الملعب ما كانش هو الافضل، الاهلي ما كانش هو في افضل حال، كمان معاهم ياسر ابراهيم، علي معلول مش قوي. فريق النهارده ما كانش في افضل اداء ليه. نتمنى نشوف الاهلي اللي احنا اتعودنا عليه بالشكل الصحيح، بالشكل السليم، بتشكيل صحيح، بتوظيف لعيبه صحيح. نتمنى نشوف ان احنا يكون الاهلي كامل في نجومه في الملعب، داخل الملعب، بادائهم بروحهم. لان الاهلي في الماتش بتاع النهارده حتى لو لعيبه غايبه عنك كتير جدا، الا ان انت كان عندك بدلاء تقدر تستخدمهم افضل من كده. زي ما قلنا كنت ممكن تبدا برضا سليم حتى لو راجع من اصابه احسن من طاهر، وممكن تجهز كريم نيدفيد لمركز رقم 8 وعمرو السوليه، لكن تشيل من دماغك ان اكرم توفيق هيديك في مركز رقم 8. ده بالنسبه لتحليل ماتش الاهلي وشباب بلوزداد. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. اتمنى من كل واحد بيشوف الفيديو ده لو لسه اول مره بيشوف قناتي تشترك في القناه، تفعل الجرس وتسيب لايك وكومنت للفيديو، وان شاء الله يوصلك كل جديد.